هو المحتوى الرياضي ليه قلب محتوى استعراضي قوي؟ وهنا مش شرط استعراضي ان انا بقول مثلا الشخص بيتطط عليك او بيتمنظر عليك بس. بقى فكرة الفلوجز حلو، انا ما عنديش مشكلة ان تعالى اوريكم يومي من اوله، انا باكل ايه وبعد كده رحت الجيم اتمرنت ايه، واوريكم مثلا وانا بمرن الكلاينتس بتاعتي. بس الجزء العلمي عمال يختفي. يعني شوف انت مثلا الناس اللي بتتابعها، امتى اخر مرة لقيته مثلا عامل لك فيديو عن دراسة معينة بيكلمك فيها؟ امتى لقيته مثلا عامل لك فيديو بيديك تمرينة كاملة ويقول لك لو انت طبيعة جسمك كذا دي حلوة ليك، لكن لو انت الهدف بتاعك كذا لا ما تلعبهاش؟ هو بيوريك تمرينته هو بيلعبها. فتمام، احنا شفنا انت بتتمرن ازاي، شفنا اوزانك، شفنا الكلام ده، شفنا الدردشة اللي في النص. بس التاني بتكلم المحتوى العلمي الصريح. امتى اخر مرة لقيت فيديو مثلا بيكلمك عن الغلطات اللي الناس بتعملها في تمرينة معينة، حتة مثلا الانجل بتاعت كوعك، الانجل بتاعت كتفك، ريستك عامل ازاي، ظهرك عامل ازاي؟ الحاجات دي بتختفي قوي، ولما بتتعمل في الشورتس اللي هي الحاجات ال 30 ثانية اوريك ماشي. بس انا بتكلم فين بقى زمان. يعني انا عندي 36 سنة، اول ما الموضوع ده بدأ لا كانت الفيديوهات بقى 10 دقايق بيشرح لك، يا اما دراسة بيمسكها ويقول لك الدراسة دي طبيعة الاجسام دي تعملها، لا لو انت هدفك كذا ما تعملهاش. التمارين ينام وهو بيعملها ويوريك، يقول لك بص الكوع عامل ازاي، الكتف عامل ازاي، اوعى تعمل كذا، خد بالك من كذا، التمرينة دي تبدأ فيها، لا دي خليها في النص، لا دي خليها فينيشر. الكلام ده مبقاش موجود. بقى الكلام اللي هو بقى الفيديوهات، تعالوا اوريكم الجيم الجامده الغاليه اللي انا بتمرن فيها، تعالوا اوريكم السبلمنتس، طبعا في سبونسر فلازم في فقره ان هو يلا نعمل البري ورك اوت شيك، يلا نشرب الانترا ورك اوت شيك، يلا ناخد البوست ورك اوت ميل اللي انا طالبها من براند ايه اللي بتعمل لي الوجبات. فبقى الفيديو كله بيخلص اللي هو ماشي، انا شفت انت يومك عامل ازاي، فين بقى النصايح لتاني لطبيعه الاجسام المختلفه؟ ما انت ما تقوليش ما انا شفت بيعمل ايه، ايوه كلنا هنقلده، بالتخين بالرفيع بالهارد جينر، باللي جيناته حلوه باللي جيناته وحشه، بالبنات بالولاد، باللي فوق السن باللي تحت السن. ف انا مش عارف ايه اللي حصل. وهل بقى خلاص الفكره ايه، ان الحاجات التعليميه ممله فاحنا هنعمل الحاجات دي لذيذه، دي الحاجات اللي بتجيب فيوز بس؟ فين برضو النصايح بتاعت الشباب؟ ولا انت مش عايز تدي نصايح عشان اشترك اونلاين والحق العرض بتاع كذا وساعتها تاخد النصيحة؟ الله اعلم.